بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايب قلبي، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض صنف حلو من حلويات رمضان، كلنا بنحبها وتعتبر من اساسيات حلويات رمضان. هنعمل النهارده ان شاء الله مع بعض بلح الشام. طبعا كلنا بنحبه وبنحب فيه القرمشه اللي هي موجوده فيه، وكمان طعمه بيكون جميل جدا. انا في الاول هنا هعمل الشربات او السيرب هجهزه لبلح الشام. عندي هنا كوبايتين 2 من السكر، عليهم كوبايه ونص ميه، كوبايتين سكر عليهم كوبايه ونص ميه، وعصره نص ليمونه. هبدأ في تجهيز الشربات على أساس الشربات اللي هو السيرب اللي احنا بعد ما بلح الشام هنحمره هنحطه فيه، على أساس نبدأ بيه في الأول كده، علشان على ما نعمل بلح الشام ونخلصه يكون الشربات جاهز وبقى بارد معانا. هدوب كده في الأول الشربات بتاعي كده على البارد، حاجة بسيطة خالص. أحاول كده يعني أقلب وأحرك السكر كده شوية على البارد. بعد كده هحطه على النار واسيبه بقى يغلي حوالي 5 دقايق، وبعدين اعصر عليه عصرة النص ليمونة واهدى عليه خالص وكده، وبعدها بحوالي 3 دقايق اروح طافيه عليه. يبقى كده الشربات هيقعد يغلي معايا حوالي 7 دقايق ويكون جاهز معايا. الشربات اكون خلصته. هبدأ هنا بقى مكونات البلح الشام. معايا هنا كوبايتين من الدقيق، كوبايتين دقيق لجميع الاغراض اللي احنا بنعمل منه الكيكه والحاجه. كوبايتين دقيق، معاهم كوبايتين ميه، معاهم ربع كوبايه من الزيت، واتنين بيضه، ومعلقتين 2 من النشا، وطبعا الفانيليا علشان البيض. المقادير سهله جدا بسيطه وتعتبر موحده. كوبايتين دقيق، كوبايتين ميه، 2 بيضه، 2 معلقه نشا، وربع كوبايه من الزيت، ورشه الفانيليا، ورشه بسيطه خالص من الملح. وهسيب لكم ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف. هاجي هنا بقى الحله اللي انا هشتغل فيها، هنزل فيها بكوبايتين 2 الميه. تمام، هنزل بكوبايتين 2 ميه، معاهم ربع كوبايه من الزيت اهو، وكمان هحط رشه بسيطه جدا من الملح، يعني على طرف المعلقه كده، حوالي ربع معلقه صغيره من الملح على الميه. سهله هون جدا وبسيط، وهنمشي مع بعض خطوه خطوه، وان شاء الله هتطلع معاكي مقرمشه وطعمها هيكون في منتهى الجمال. وهروح بقى احطه على النار لحد ما الميه بالزيت يغلي. هنا الميه بالزيت غلي اهو. ضفت على كوبايتين الدقيق، ضفت عليهم معلقتين 2 النشا، وقلبتهم مع بعض كويس جدا. وهبدا اضيف الدقيق بالتدريج كده مع الميه اهو، وايدي على طول اقلب علشان خاطر الدقيق ما يكلكعش معاكي اهو. وهدنيني اقلب كده على النار لحد ما اتاكد ان الدقيق اتشرب كل السوائل اللي معايا، اتشرب الميه واتشرب الزيت اهو. ويفضل بسباتيولا كده علشان تعرفي تقلبيه وتتحكمي فيه اهو. تمام، احاول ادمج كده كويس جدا الدقيق مع المكونات اللي عندي. وكل ده النار هاديه. بعد ما الميه غليت انا هديت النار، ويعني هي النار شغاله دلوقتي، وبقلب كده لحد ما الدقيق يشرب كل الميه اللي عندي، الميه بالزيت. مهم جدا علشان يكون طعم بلح الشام كده كويس من جوه، ما تحسيش ان طعمه عجين. تمام، يعني ده كأنه بنسوي الدقيق شويه اهو. هقلبه كده كويس جدا. شوفوا لو تلاحظوا ان الدقيق اتشرب الميه اللي معايا بالزيت. وكوبايتين الدقيق ما شاء الله ما شاء الله عملوا كميه كويسه من بلح الشام. وكان طعمه بصراحه كان طعمه في منتهى الجمال والله، طعمه حلو جدا جدا. واعمليها بقى في رمضان حاجه كده مسكره جميله لبعد الفطار. وبعد بقى ما خلاص اتأكدت ان هو الدقيق اتشرب كل السوائل، المية بتاعتي فضيته هنا في طبق علشان هقلب فيه لحد ما يبرد، علشان انا لسه لحد دلوقتي ما ضفتش البيض ولا الفانيليا. البيض والفانيليا مش هبدأ اضيفهم غير لما العجينة بتاعتي تكون بردت.
ما ينفعش نضيف الدقيق، ما ينفعش نضيف البيض والفانيليا غير بعد ما العجينة اتأكد ان هي تكون بردت معايا تماما. سهلة هون وماشيين خطوة خطوة علشان نكون عارفين كده بقى. انا دلوقتي العجينه بتاعتي بردت خلاص، سبتها لما قعدت اقلب فيها لحد ما بردت، وسبتها كمان شويه لحد ما تبرد اتاكد. هنا هضيف نص معلقه من الفانيليا على الاتنين البيضه، وهبدا انزل بيضه بيضه، تمام، يعني بضايه بضايه، وهقلب لحد ما العجينه تشرب البيضه الاولانيه. وبعد كده هبدا اضيف البيضه التانية، ما اضيفش الاتنين مع بعض. يعني هو انا طول عمري بعمله كده، اضيف بضايه بضايه لحد ما الدقيق يشرب اول بيضه، بعد كده هبدا اضيف البيضه التانية. ولو انت حابه تضعفي الكميه ضعفي، يعني مثلا لو حابه تعملي 3 كوبايات دقيق هيبقى 3 كوبايات ميه، 3 بيضات، 3 معالق نشا، وبرده حوالي هتبقى تلت بقى كوبايه من الزيت، لو حابه تضعفي الكميه وتعملي كميه اكبر من دي. تمام اهو. هقلب كده بقى، ضفت البيضه التانية برضو هقلب فيها لحد ما اتاكد ان هي اتشربت الاتنين بيضه اللي عندي اهو. هقلبه كده كويس، ادخلهم كلهم في بعض. وهنا بقى يا حبايبي عندي كيس بلح الشام اللي هو ده، هبدأ هعبي العجينة بتاعتي في الكيس اللي هو الكيس الحلواني، تمام اهو. والبلبلة الحجم ده كويس جدا وبتطلعه حجمه حلو، والشرشرة بتكون واضحة فيه، تمام اهو كده. عبيته في كيس الحلواني ده. عندي هنا بقى الزيت بصوا دافي، يعني لسه بادئ يدفى، مش عايزاه سخن. عندي هنا هبدأ بقى انزل بس عند المقص، ابل طرف المقص كده في الزيت علشان يبقى العجينة ما تلزقش في المقص، ويكون شكلها حلو متساوي كده الطرف بتاعها، ما تغلبنيش وانا بنزلها. ابل المقص واروح لو حسيت ان العجينة بتلزق ابل المقص واروح قصة العجينة. والزيت زي ما قلت لكم اهم حاجة يكون يعني دافي، لان ده هو اللي بيخلي بلح الشام يطلع معاكي مقرمش، ان النار بتكون هادية جدا على الزيت وانتي بتبدأي تنزلي فيه العجينة بتاعتك، تمام. مهم جدا عشان يطلع مقرمش معاكي ان الزيت يكون بارد، تمام. وتبدأي بقى تعمليه بالطول اللي انت حباه، لو حابة اقصر من كده تمام، بس انا عاملاه يعني طول الصابع كده، الطول ده حلو جدا اهو. والزيت شوفوا الزيت يعني مش سخن خالص، هو دافي لسه بادئ يسخن اهو. شوفوا قبل المقص وتقصي علشان العجينة ما تلزقش. عمايله سهلة جدا، والعجينة دي ناجحة جدا جدا. والنشا في العجينة اللي انا ضايفاها على الدقيق بتخليه مقرمش من بره، وبصراحة طعمه حلو جدا جدا والله اهو. كده هو هكمل بقى بقية الكمية كده وهنشوف هنعمل ايه تاني اهو. كده بصوا ما شاء الله جميل جدا اهو. هنا بقى اهو يا حبايبي، شوفوا ما شاء الله عملته زي الفل اهو. والشرشره اللي هي عليه دي، الخطوط اللي عليه زي ما هي، وما فكش في الزيت ولا اي حاجه. ما شاء الله جميل جدا جدا، وما فرش، لان البيض المقادير دي مظبوطه. في اوقات واحنا مثلا بنحمر، يعني لان في كانوا الناس قبل كده بيقولوا ان الزيت بيفور لو البيض كتير، انما شوفوا ما شاء الله الزيت ما فرش ولا اي حاجه، ومقرمشه جدا جدا جدا، يعني ناشفه قوي من بره وحلو طريه من جوه، يعني ميزه بلح الشام. وشوفوا شكله شكله زي ما هو، زي ما انت كنت حطاه نفس ما انت هتطلعيه. وخد اللون ده في التحمير، اللون ده حلو جدا. لو انت حابه تغمقي يعني دي حريه حسب ما انت عايزه، بس اللون ده بصراحه اللون ده في التحمير حلو جدا جدا، الدرجه دي كويسه. وكده بقى يا حبايبي اهو، شوفوا الدرجه دي حلوه جدا جدا. هطلع بقى الكميه كلها،
وهنا بقى علشان اكمل بقيه الكميه، بصوا انا شلت الزيت من على النار علشان انا عايزاه برضو يكون بارد. تمام، فانا شلت الزيت من على النار وهبدا اكمل بقيه الكميه. علشان لو كنت سبت الزيت على النار طبعا هيكون سخن، ومش هيطلع معايا مظبوط زي اول مره ما انا عامله اول طاسه يعني قلياها. فانتي الخطوه دي مهمه جدا، ان انتي تشيلي الزيت من على النار وتنزلي ببقيه الكميه، وبعد كده لما تخلصي ترجعيه تاني على النار. كده هيطلع معاكي مقرمش من بره وطري وجميل جدا جدا من جوه، وطعمه والله حكايه وفي منتهى الجمال. ولما بيقعد معاكي مثلا لتاني يوم برضو هيدنيه مقرمش معاكي، لان النشا احنا عاملين خطوتين اتنين مهمين جدا، ان النشا حاطينها وكمان قليينه في الاول على البارد. تمام، وكده حبايبي بصوا ما شاء الله بعد ما خلصت الشربات طبعا كان جهز، وشربات تقيل بارد بقى مظبوط معايا، وقرمشته بصراحة صوته مقرمش جدا من بره، والشربات تقيل مديله لمعة بصراحة يعني احلى من الجاهز مليون مرة والله. تعملي كل حاجة في البيت يعني، شوفي يعني ناشف والله جميل جدا، وشارب من الشربات، وناشف من بره مقرمش من بره وطري من جوه، وطعمه بصراحة حكاية، طري من جوه ونقرمش من بره بصراحة حلو جدا جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها بالطريقة دي. وانا البلح الشام سخن كان الشربات بارد، طلعته حطيته في بلح الشام في الشربات، وبعد كده شلته من الشربات حطيته في الطبق. يا حبايبي يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة لو اول مرة تزوروا قناتي، وتفعلوا الجرس لتصلكم كل الفيديوهات. واي طلب حابين ان انا اعمله يا ريت تكتبوه تحت في التعليقات وانا تحت امركم. وشكرا لكم حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.